عباد الله، إن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين ليعزنا الله عز وجل به، وكما قال عمر رضي الله عنه: فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. العزة الحقيقية أيها المسلمون، العزة الحقيقية أيها المسلمون هي بالتمسك بدين الله عز وجل جملة وتفصيلا، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. إنه صراع هويات وديانات وثقافات. إن الذي نراه في مجتمعاتنا من هذه التبعية المقيتة التي يظهرها ويعلنها ويجاهر بها أصناف من الناس في مجتمعاتنا في وسائل الإعلام، أو كذلك في الصحف والمجلات والنقاشات العقيمة التي يظنون أنها مسائل سطحية، أو يقولون هي قشور وليست لب. وما علم هؤلاء أن المسألة مسألة خطيرة وعظيمة. إن القضية ليست قضية احتفال، إن القضية ليست قضية هدية، إن القضية ليست قضية أزياء ومظاهر كما يزعمون، ولكن القضية قضية صراع ديانات وصراع ثقافات، صراع إثبات هويات. إن القضية قضية أن نرضى أن يكون بين المسلمين طابور خامس هو عدو لنا في يوم من الأيام سينقلب على المسلمين فيغير العقائد ويغير العبادات ويغير الديانة ويكون أكبر عون لأعداء هذا الدين. إن من يهني الكافرين بأعيادهم كأنما يقول لهم: بوركتم على ديانتكم بعبادتكم للصليب. إن من يهني الكافرين بأعيادهم كأنما يبارك لهم تمددهم وتسلطهم على المسلمين جملة وتفصيلا، أفرادا وجماعات، دولا ودويلات. إن من يهنئ الكافرين بأعيادهم معناه أنه في صفهم، كأنه يقول لهم: أنا ها هنا، أنا معكم، وأنا في صفكم، وأنا أدافع عنكم. وهذه هي الحقيقة. الحقيقة ليست هي مسائل سطحية ولا قشور كما يزعمون، ولكن القضية قضية دين، وكذلك هوية وثقافة وشخصية، إما أن تكون مع أهل الإسلام وإما أن تكون مع عبد